ايش يا بني يا فهد، لو كتيش بدنا نضلنا موجودين في المدرسة يابا. ايه انا بشوفهم حابسين وحاطين علينا شرطة، لهالدرجة احنا خطرين. يابا هذا اسمه حجر صحي، بعدين ايش هذا لمصلحتنا؟ انت نسيت انه احنا جايين من مصر. طيب يابا حتى لو جايين من مصر يعني احنا طلع كيف صحتي زي البوم انا. ايه ليش حجريني؟ يابا مش كل واحد بخش الحجر الصحي معناته مريض. تاني حاجة والله ما هم مقصرين معانا، بعدين ضايل اسبوع بنروح. بدنا نضلنا اسبوعان في المدرسة؟ الله اكبر يا عمي، مشاغلنا واغراضنا وحاجاتنا. بعد اسبوع يابا بيجوا بيعملوا لنا فحوصات، اذا النتيجة سلبية ان شاء الله بنروح. على خير يا رب، على خير. انا ايش اللي خلاني اروح على مصر؟ مكان كنت قاعد في الدار ومرتاح. ما هي قاعد في الصف ومكيف وبتقف على الشباك وبتشوف المدرسة وبتشوف العالم من قدامك. والله احنا مش ناقصنا ان المدير يجي يفتش على المحارم ويفتش على الاظافر كمان. هو انت لحالك مخنوق؟ انا مخنوق اكتر منك. اسمع، هل قلت لو الواحد بده ياكل شعرية علي الضمان نفسي فيها. هو انت بتفكر حالك في دارك يا راجل؟ يا عم ماشي، بس بدنا ناكل. اسمع، الشرطة بتجيب كل حاجة، يعني مش مقصرة. طب جابوا لنا شعرية. هو انت يعني خلاص حبكت الا شعرية؟ بدي شعرية وبدي كمان بزر بطيخ وكاشو. طب اسمع، بدي ازعج على الشرطة واحكي له بدنا هيك. هو الشرطة بيشتغل عندك حيقول لك يا عم احنا بنجيب لكم اكل وبنجيب لكم شرب. بدنا نجرب. جرب. يا ابو الشباب، لو سمحت والله لو سمحت. مين اللي بيحكي؟ درويش الشنب؟ تفضل. بدي اغلبك بس تجيب لنا كيلو شعرية وطنجرة وشوية قرفة وشوية سكر وجوز هند. في حواليك وحد عزابي؟ ايه والله في. ليش؟ علشان نجيب له عروس بالمرة ونجوزه. مالك بتتريق يا ابو الشباب؟ درويش الشنب، انتوا غلبتونا بطلباتكم، احنا بنجيب لكم كل حاجة. ماشي، بس ما جبتوش شعرية. يا عم وصلكوا حلويات قبل يومين. طب بدنا شعرية. درويش انت بني ادم كبير وواعي، الله يرضى عليك. كلها اسبوع يا عمي وبتروحوا في بيوتكم وبتاكلوا اللي بدكم اياه. طب ماشي. ايش قال لك يا درويش؟ حلق لي على الناشف، قال لي بنجيب لكم كل حاجة، انما بدك تاكل شعرية ضايل لك اسبوع بتاكل في الدار. طب اسمع درويش، عندي حل. بنبعت رجب بنوط على الحيطة اللي ورا المدرسة، بروح على الدكان بيشتري لنا ولا من شاف ولا من دري. انت عارف رجب فضايحي، بلاش يفضحنا بعدين. ولا بفضح ولا حاجة، بتلاقيه التاني نفسه فيها من زمان. خلص ماشي. وين كاين يا رجب؟ وين كان يعني؟ كنت في الحمام انا. ايش وين كاين؟ غسلت ايديك؟ غسلت ايدي. غسلت. مش مبين انك مغسل ايديك. روحك اياك الصابونة على باب الحمام، بتغسل ايديك وبتطلع. كل مرة بدي اغسل انا بالصابونة؟ كل مرة بدك تغسل بصابونة، احنا في حجر صحي. بقيت بروح بغسل بصابونة. عيل انا. يا رجب. ايوه مالك دويش الشنب؟ تعال شوي، تعال بدي اياك. ما عشان واقف مع فهد انا. طب ماشي، استاذن من فهد وتعال. على اذنك يا فهد، بدي اروح اشوف درويش الشنب، يمكن متكتل مع حدا ولا اشي عشان بدي افزع له. بتغسل ايديك وبعد ما تغسل ايديك تلبس الكفات. بقيت بلبس انا. درويش ايش فيه؟ رجب، بتحب لي شعرية؟ بحبها بموت عليها، زمان ما اكلتها. رجب، بدي اعطيك مصاري، بتنط من فوق الحيطة وبتروح على السوبر ماركت، بتجيب كيلو شعرية وبشكل جوز هند وبشكل قرفة ونص كيلو سكر. يا مين هدول؟ بدنا ناكل هان. مو عشان الشرطة واقفة، ممنوع حد يطلع ولا ينزل. بلاش اكون مريض وخلي البلد كلها مريضة. مريض مين يا راجل انت التاني؟ احنا صحتنا هان احسن من اللي برا. طب وليش حبسينا في المدرسة؟ عشان اجينا من مصر يا رجب، لازم 14 يوم. او اذا مسكتني الشرطة اقول لهم درويش الشنب؟ ولك بتمسكاش يا اهبل، الشرطة واقفة هناك على الباب، انت بتنط من هان من فوق الحيطة، من عند الشجرة بتتشعلق على الشجرة بتنط من فوق الحيطة. واقع على رجلي؟ ولك بتسحل حالك تسحيل يا محترم، ما عمركاش شردت من المدرسة؟ ما عمريش، ما قريتش انا. خد بسرعة، بعينك الله روح. طيب.
ايش يا رجب؟ مال درويش الشنب؟ لا ولا حاجة، صار بيني وبينه. قول لي بس ايش بده؟ ما بديش ولا حاجة ولا شيء، بدي خلاص بدي اروح مشوار واجي. مشوار؟ وين؟ هناك عند غرفة المدير، بدي اجيب له طباشير. تقعدش تبعكش وتخربط في المدرسة، روح اقعد في صفك والتزم الهدوء. ما عيني قاعد انا عيني، مالك انت؟ يا فندم، شفت حاجة ورا الشجرة اللي غاد؟ حاجة ايش يعني؟ مش فاهم. مش عارف، شكله بني آدم ورا الشجرة. طيب بسرعة زي الصاروخ روح شوف، بلاش واحد من المحجورين بده يشرد. امشي. ولا يهمك. مين؟ رجب؟ ايش بتعمل؟ ما كانش دخل وحط صبع شقة انت. انزل انزل بقول لك، انزل. ايش انزل ايش انزل؟ ما كانش دخل. انزل بقول لك وارجع على صفك بسرعة. ليش ارجع على الصف؟ الاستاذ ما جاش غايب. بقول لك ارجع على صفك. ما بديش ارجع على صف. وبعدين معاك عاد. طب ليش ارجع؟ ليش؟ وين بدك تروح انت؟ بدي اشتري شعرية لدرويش الشنب كامل. انت مجنون؟ انت مش بعقلك؟ ليش؟ ايش مين بدنا ناكل احنا؟ ايش مالك انت؟ كل هالاكل اللي بنجيب لكم اياه مش مكفيك يا رجب؟ ما كاش دخل، انا هنا بدي اطلع. بستخدم معاك الاسلوب الثاني، ارجع. ايش ارجع؟ ايش ارجع؟ طيب ماشي. يا فندم، يا فندم. ايوه يا تامر، ايش فيه؟ تعال بسرعة يا حضرة الضابط، تعال بسرعة. يلا يلا هي في الطريق. هاي جبت لك الضابط عشان يتعامل معك. وايش مالك؟ انا ايش اعملك انا؟ ايش فيه يا تامر؟ مين هذا؟ ايه هذا رجب؟ بده ينط من فوق المدرسة ويروح يشتري شعرية من السوبر ماركت. صحيح يا رجب؟ ودرويش الشنب بدنا ناكل عشان نحط عليها جوز هند وقرفة. اقرفك بين اللي يقرفك، ولك انت اهبل ولا بتتهابل؟ انت يا رجب محجور هان، ممنوع تطلع برا وتختلط مع اي حد قبل 14 يوم. ليش 14 يوم؟ ليش لو فدوس 14؟ بعد 14 يوم يا فندم رجب بفحصوك، واذا النتيجة عندك سلبية خلص بروحوك. هو بدنا ناكل شعرية احنا. حاضر يا رجب، انا راح اقول للضابط اللي اعلى مني يجيب لكم شعرية. وايش بدك كمان؟ بدنا برد وبوظة. حاضر يا رجب. يلا يا حبيبي ارجع على صفك، يلا. يا بني قول لي ايش في واقف على الشباك بتطلع؟ قول لي ايش القصة؟ شايف؟ درويش الشنب وكامل ضحكانين على رجب ومدينه مصاري عشان يروح يشتري شعرية. يشتري شعرية من برا؟ وهاي هم ماسكين وكاين بده يطلع على الحيط. حسبنا الله ونعم الوكيل، هذول مجانين، هذول بفكروش بعقل هذول. ايش القصة؟ بنفعش يابا، لازم تحكي معاهم، هذول حيخربوا ديار الناس. حسبنا الله ونعم الوكيل. ايش يا رجب جبت؟ الشرطة مسكتني وقالوا لي ارجع ارجع، ممنوع تطلع عشان تصيبش الناس المرض كله. يعني الشرطة مسكتك؟ ولك انت اهبل رايح قدام الشرطة. والله ما رحت من قدامهم، رحت من وراهم انا، بس شافوني على طول اجوا يجروا. طيب ماشي، وين المصاري؟ وقع المصاري. كمان مسكوك وما جبتش ووقعت المصاري؟ ايش بدي اعملك انا؟ الشرطة يحقني. حسبي الله عليك وعلى الشرطة. شايف يا كامل، لا رجع المصاري ولا جاب لنا الشعرية. يعني هلقيت ايش فيها لو سمحوا له يشتري شعرية؟ بقول لك ما احنا في الحجر يا رجل، هو حد حاسس فينا؟ خلص يا درويش، مناش الا غير نضلنا ساكتين عبال ما تخلص فترة الحجر. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا فندم تفضل. وين ابوك يا فهد؟ هايو جوا. يابا تعال شوف الضابط. اللهم اجعله خير. تفضل يا حضرة الضابط. الله يمسيك بالخير يا عم ابو الفهد. الله يسعد مساك، حي الله. يعني يا عم ابو الفهد برضيك اللي بيصير في المدرسة؟ اللهم اجعله خير. ايش اللي صار في المدرسة بس قل لي. برضيك يا حج ابو الفهد درويش الشنب وكامل يضحكوا على رجب ويخلوه يروح يجيب شعرية. يجيب شعرية؟ شعرية ايش هذا وكيف؟ معطينه مصاري وحكين له نط من فوق الحيط. حسبي الله ونعم الوكيل. انا سمعت الدوشة وفهد بقول لي هيك.
معلش يا حضرة الضابط، معلش، هم هذول اول مرة ينحجروا، واصابعك في ايدك مش واحد يا حضرة الضابط. بينفعش يا عم ابو الفهد اللي بيصير هذا، احنا بنعمل للمصلحة العامة. ولا يهمك يا حضرة الضابط، ايش المطلوب انا بعمله. المطلوب يا حج ابو الفهد تحكي مع درويش الشنب ومع كامل، وبعدين كل اسبوع وكل واحد راح يروع دار اهله معزز مكرم. حاضر، ولا يهمك ولا يهمك. ايش يا درويش يا شنب، ايش يا كامل؟ اتفضل يا عم ابو الفهد. يعني يا درويش بتفكر حالك صغير انت وكامل؟ مالنا يا عم ابو الفهد، ايش سوينا احنا؟ بعتين رجب ينط من فوق الحيطة يروح يشتري شعرية عشان يبلي الناس اذا كان مصاب بالفيروس. مش بكفي الدنيا كلها ضد غزة، كمان احنا نصير ضد انفسنا؟ وانت لا عندك ولا عند بالك انت وكامل. هو احنا اجرمنا يا عم ابو الفهد لما قلنا له روح اشتري؟ ما احنا كل هيتنا فيش فينا حاجة وحجرينا على الفاضي. لا مش على الفاضي يا كامل، مش على الفاضي. هذه طرق الوقاية، هذه أهم من العلاج. كل هيتنا جايين من مصر، واللي في الباكستان واللي في الأردن واللي في شو اسمه في الخليج. لازم نستنى ال 14 يوم وبعدها بيعملوا تحاليل، واللي نتيجته سلبية بروح. يعني بدك تقول لي يا ابو الفهد الضابط هذا اللي مش خاس عليه ولا حاجة بده يمنعنا نطلع وننزل؟ يعني بكره بيمنعنا نتنفس كمان. الضابط هذا اللي انت بتحكي عنه محجور زيك زيه، بروحش على دار اهله، ولا بشوف بناته، ولا بشوف اولاده، ولا بشوف امه، ولا بشوف ابوه، زينا زيه. فبدنا احنا ننفذ التعليمات عشان المصلحة العامة. بدنا نضلنا موجودين في المدرسة عبين ما تخلص مدة الحجر، وبعدين كل واحد في داره ياكل شعرية، ياكل لوبيا، ياكل فستق بندق، هو حر. تاني حاجة مش مقصرين معاكم، والله بتجيبوا حلويات وبتجيبوا رز وبتجيبوا دجاج وبتجيبوا عصاير، كل حاجة يا درويش. يا عم ماشي، بس نفسنا هفت على الشعرية، شو نسوي؟ ايش تسوي؟ تستبر لما تروح على الدار. طب ما هو من هان لما نروح على الدار بكون رمضان خش يا ابو الفهد، يعني بدنا ناكل شعرية في رمضان. بتاكل الشعرية في رمضان وبدكش تاكل كمان، مش حتفرق كتير. اللي بيفرق انه صحتك، تدير بالك على صحتك. احنا لازم نتعامل بعقل، لازم نتعامل بوعي، لانه الوباء هذا برحمش لا كبير ولا صغير، ومصلحة الشعب هذه امانة في رقبة كل واحد في الشعب. لازم ندير بالنا. هي ما بنفع كلامكم. شايف الشرطي مسكين ما بروحش، لا بيطلع ولا بنزل، زينا زيه، وقاعدين انتوا بتحكوا عليه. اي والله حرام حرام. ديروا بالكم، ما تتهابلوش وما تتصرفوش، فيش طلوع فيش نزول. بعد ما نخلص تطلعوا والله يسهل عليكم.